ايفكت ممكن يبان صعب شويه، بس تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل ايفكت الكيبورد ده بكل سهوله على جيومتري نودز وبشكل سريع جدا. اول حاجه محتاجه طبعا هي كولكشن فيها كل الزراير، كل زرار اوبجكت لوحده بس كلهم في كولكشن واحده. هدخل الكولكشن جوه جيومتري نودز وهخليها اوريجينال سيبريت تشيلدرن. وبعد كده هقوم جايب set بوزيشن. بعد set بوزيشن هقوم جايب combine اكس واي زي عشان انا بس عايز احركه في الزد دايركشن. بعد كده هقوم جايب gradient texture. الجريدينت texture ده عشان يبتدي يحركه بشكل gradient، وطبعا انا عايزه في الزد دايركشن. الجريدينت تكشر معظم الوقت بيبقى في دايركشن معين، فعشان اقلبه الدايركشن التاني انا هحرك دول على جنب. عشان اقلبه الدايركشن التاني انا بس محتاج اوصله كده. وبعد كده بوزيشن، هوصل البوزيشن بالفيكتور واروتيت 90 درجه عشان يبقى في الافكت ده. عشان اظبط بقى الانيميشن كل اللي انا محتاجه هو ماب رينج. والماب رينج الفاليوز بتاعته تبقى كالاتي: هنا تبقى مثلا حوالي 5، هنا بتبقى حوالي 3، وهنا حوالي 0.5 كبدايه. وبعد كده كل ما محتاج اعمله انيميشن هو الفروم من. ودلوقتي يبقى عندنا الانيميشن بكل سهوله اقدر ان انا اعمله. لاي حد مهتم بجيومتري نودز احنا هنتكلم كتير جدا على حاجات زي كده وازاي ممكن نانيميت منتجات في الكورس اللي جاي قريب. لو حابين تعرفوا عنه اكتر هو موجود في لينك البايو.